تعالوا نتكلم عن تشريح البايسبس عشان الموضوع فعلا أكبر من مجرد تمرين واحد. ناس كتير فاكرة كده، بس لما نبص على تشريح الدراع هنلاقي الموضوع مختلف تماماً. دي العضلة الأساسية اللي كلنا عارفينها، البايسبس براكياي، وليها راسين طويلة وقصيرة. لكن في عضلات تانية مهمة جدا وممكن تكون مستخبية شوية ومش واخدة حقها. زي عضلة البراكياليس، دي عضلة قوية تحت البايسبس بتزقها لفوق وتديها حجم أكبر. وعندنا كمان البراكيورادياليس، دي عضلة أساسية في الساعد وبتدي شكل قوي جدا للدراع. طيب إزاي نمرن كل عضلة صح؟ الموضوع كله في فهم وظيفتها. البايسبس وظيفتها الأساسية هي إنها تتني الكوع وكمان تلف كف الإيد لفوق. والحركة دي بالظبط هي اللي بيعملها تمرين البايسبس كيرل المعروف. أما البراكيورادياليس بقى فدي حكايتها مختلفة وبتحتاج قبضة معينة. العضلة دي بتكون أقوى حاجة لما كف الإيد يكون في وضع محايد، يعني باصص لجوه. عشان نتخيلها بالسهولة ممكن نفكر في مسكة كوباية أو مج. الكف مش باصص لفوق أو لتحت، هو ده الوضع المحايد، وده مفتاح التمرين الصح. والقبضة دي هي اللي بنستخدمها في تمرين الهامر كيرل عشان نستهدف العضلة دي بالتحديد. يعني عشان نعمل تمرين متكامل محتاجين نجمع بين البايسبس كيرل والهامر كيرل. طيب لو عايزين نتطور أكتر، في حيلة بسيطة بتسمح لنا نركز على كل راس لوحدها. لما الدراع بيكون ورا الجسم ده بيشغل الرأس الطويلة أكتر، ودي اللي بتعمل القمة. أما لو الدراع كان قدام الجسم فالتركيز كله بيروح للراس القصيرة، ودي بتدي عرض للدراع. يعني الخلاصة، وضع الدراع والقبضة هم اللي بيحددوا أنهي جزء من العضلة هيشتغل أكتر. دلوقتي بعد ما فهمنا الأساس العلمي، يوم تمرين الدراع أكيد هيختلف وهيجيب نتائج أحسن.